بهذا الانقلاب الغاشم الدموي الذي تحالفت فيه قوى الشر والبغي والعدوان من صهاينة مجرمين ومن أمريكان وأوروبيين ومن خليجيين موتورين مع حفنة من العسكر أعماهم شره السلطة والرغبة في الحكم والتحكم، فانقلبوا على الشعب وعلى إرادة الشعب، وانقلبوا على أول تجربة ديمقراطية شهدها عالمنا العربي وشهدتها مصر، على أول رئيس وعلى أول دستور، وانقلبوا على ثورة 25 من يناير. نحن ندرك جيدا أن إقامة دولة ديمقراطية حرية في مصر يعني الكثير بالنسبة للعالم، ولهذا نحن رفضنا الانقلاب قبل أن يقع، رفضنا الانقلاب وهو يعلم، وما زلنا حتى اليوم نرفضه قبل أن تسيل الدماء، ورفضناه ودماؤنا تسيل، ونرفضه بعد أن سالت دماؤنا، لأنها مسألة مبدأ، إما أن نحيا كراما وإما أن نلقى الله شهداء بررا. سئمنا أن نعيش حياة ونحن زوائد على الحياة، رغبنا أن نكون فاعلين مؤثرين في بلادنا وفي منطقتنا. لنا أمل كبير في الله عز وجل، ثم في سواعد شبابنا ورجالنا ونسائنا بل وأطفالنا. أكثر من 600 طفل مصري الآن رهن الاعتقال، وجريمتهم أنهم رفعوا ربعة أو كتبوا على مسطرة ربعة. هؤلاء هم أمل مصر، هؤلاء هم أمل العالم العربي بل العالم الحر. نحن على ثقة بإذن الله أن دولة الظلم إن طالت فهي ساعة، وأن دولة الحق إلى قيام الساعة، ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبا. دعوة الإخوان المسلمين دعوة ربانية، دعوة تتحمل الابتلاء في سبيل الله، دعوة تتجه إلى البناء والتربية وتكوين جيل من الشباب ومن الرجال ومن النساء ومن الشباب الأشبال، جيل يحمل الإسلام بصدق وبقوة وبإيمان، جيل يهتف من أعماق قلبه الله غايتنا والرسول زعيمنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا، يهتف بها ويعيش بها ويدفع ثمنها حقيقة. وأنا أذكر بما قاله فضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين الأستاذ الدكتور محمد بديع لما نطق القاضي بحكم الإعدام أو أحد أحكام الإعدام التي حكمت عليه خلال الفترة الماضية، فيقول لم نكن نهزل، لم نكن نلعب حين هتفنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. الإخوان يكتبون تاريخهم 3 مرات، مرة بأدبياتهم وفكرهم وثقافتهم وحركاتهم ودعوتهم، هذه مرة كتبوها وقرأ العالم كله ما كتبه الإخوان وما صنعه الإخوان. ومرة ثانية يكتبونها بتضحياتهم وبجهادهم وبصبرهم وبتحملهم للإيذاء وتحملهم للتعذيب وتحملهم لكل أصناف البلاءات التي تقع عليهم وعلى بيوتهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم. ومرة ثالثة يكتبون تاريخهم ويكتبون تاريخ دعوتهم بأرواحهم وبدمائهم في الوقت الذي جبن فيه الكثير، بل جبن فيه أكثر من كان ينادي بالليبرالية والحرية وكذا وكذا، جبنوا أن يقولوا كلمة واحدة، جبنوا أن يعترفوا أن ما حدث في رابعة وفي النهضة وفي الحرس الجمهوري وفي القائد إبراهيم بالأسكندرية وفي المنصورة أن ما حدث هي مجازر ومذابح وجرائم إبادة ضد الإنسانية. جبنوا أن يقولوا كلمة. لذلك نقول أن هذا الوقت وقت الاصطفاف، إما مع الحق أو إما أنك ضد الحق.